السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهتول بخير. معاكم مي من قناه ميوش ايه. النهارده فيديو جديد هيكون عن منتجات ويت اند وايلد. اشتريت شويه حاجات كده ومحتاجات، وطبعا جربتها. لازم اجربها صبح وبالليل، في الحر وفي السقعه، في كل الاحوال لازم اجربها. وبجربها مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما اكون راي كامل عنها عشان اطلع افيدكم وتستفادوا. بس الفيديو ده هيكون بالاشتراك مع قناة جميلة جدا 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 جدا، انا شخصيا بحبها قوي وعلى طول بتابعها، وهي لارا ستايل. جميلة جدا. انا شخصيا قابلتها بنوتة كيوت كده ولذيذة كده، بنتكلم على طول على الواتس في كل حاجة، بنتكلم بقى في اي حاجة، في الاكل، في المكياج، في المشتريات، في كل حاجة احنا بنتكلم فيها. انصحكم ان انتوا تتابعوها عشان تستفيدوا منها، وروحوا لها وقولوا لها ان انتوا جايين من عند ميوش، واللي جاي من عند لارا نورتوني، اهلا وسهلا. يلا بينا بقى نبتدي، بس استنوا ما تنسوش تتابعوا قناه لارا. خلصوا الفيديو دوت وعلى طول جري على لارا، هتلاقوا اللينك موجود تحت في صندوق الوصف. يا رب تعجبكم ويا رب الفيديو ده كمان يعجبكم. يلا بينا بقى ايه، اوريكم الحاجات والمحتاجات اللي انا جبتها. يلا بينا. وهي دي يا بنات الحاجات والمحتاجات. بصوا متواضعه مش كتيره يعني، بس حاجات كده ايه حلوه، انا شخصيا حبيتها. هو من محل، ده اسم المحل باربيلي، ده في مول اهو مكتوب باين عندكم، سموحه مول زهران الدور الاول. اول ما تطلعوا الدور الاول هتلاقوه على يمينكم في ايسنس بقى وميبيلين وتاندوايل وجوردانا، كل حاجه هتلاقوا فيه حاجات كتير. على فكره مش بعمل له دعايه، هو بس المكان عجبني فبقول لكم عليه. وفي كمان مفاجاه حلوه جدا، ان الاستاند كامل بعض الشيء يعني مش قوي، في مزايا. يلا بقى جري على المزايا. بس احب اقول لكم ان اي منتج هتجيبوه هيزيد 4 جنيه، والاسعار مسعره، يعني الاسعار عند كله في اي مكان في استاند ويت اند وايل هتلاقوا ان هو غالي. تمام. في حاجات جبتها بعد، في منتج واحد بس جبته بعد ما الحاجات غليت، بقيه المنتجات جبتها قبل ما الحاجه تغلى. شفتوا بقى؟ نفضي بقى الحاجات دي. على فكره تقريبا المحل قبل كده كان اسمه خالي الخليلي تقريبا. هو ده بس المنتج اللي انا جبته من مزايا. وفي منتجين كان عندي، لا مش ده، هو ده. كان عندي منتجين من الاول، اللي هي الباودر والقلم اللي هو الشادو، بس انا كنت بستخدمه لتوسيع العين. الباودر على فكره سعرها ما جبتها كانت 40 او 45، يعني انتوا الاسعار اللي انا هقول لكم بيها دي زودوا عليها 4 جنيه لما تيجوا تشتروا. تمام. هقول لكم في اخر الفيديو الاستاند فيه ايه. وبعض الشيء يعني فاكره شويه حاجات. يعني اول حاجه الباودر دي درجتي فيها 822 بي. هي خفيفه يعني تنفع الصبح، شايفين اهي، تنفع الصبح بس لبنوته في كليه او بتشتغل، مش اكتر، لان هي خفيفه جدا. بصوا بس هي بتدي اضاءه حلوه. وفي الاستانت الجديد تقريبا في باودرات، هم عندهم وقت ما اشتريت دي كان في 2، اخدت دي وكان في واحده فاتحه، لكن دلوقتي تقريبا هتلاقوا في حاجات غوامق. تمام. فالباودر حلوه جدا على فكره الصبح بس. جبت القلم ده وقت ما اشتريته كان سعره 22، انتوا بقى زودوا عليه 4 جنيه. هو قلم كده رقمه 130. هو بصوا هو كريمي جدا، بيتبرع على فكره. بصوا تحفه. ممكن تستخدميه شادو
ممكن تستخدميه لتوسيع العين، وانا بستخدمه لاستخدامين. انا ممكن المنتج الواحد استخدمه كذا حاجه، يعني ممكن تجيبيه تستخدميه هايلايت، ماشي، مش هيقول لا يعني. استغلي كل حاجه. جبت من مزايا دول جبتهم من زهران، تمام، بالاسعار القديمه. ده من مزايا بالاسعار الجديده، ده جبته سعره 50 جنيه. ما تجيبهوش، اوعى تجيبوه، وحش جدا ما عدا بس اللونين دول. و50 جنيه على فكره برضو كتير عليه، بس انا كنت عايزه اجربه. اول حاجه ده رقمه 345. في على فكره كوبي تانية بس اللي هي بقى ايه البنيات، ما حبيتهاش، انا حبيت دي اكتر. حبيت بس اللون ده واللون ده اللي هو الجولد، اللي هو موف فاتح قوي ده، واللون ده مش بيطلع خالص، واللون ده نحاسي برضو كويس. وعلى فكره العلبه دي ساعات بستخدمها شادو، ماشي. بصوا اللون ده فظيع، جميل جدا اهو، بستخدمه شادو وهايلايت. واللون اللي هو الموف ده اهو، ده بقى مش هيطلع ابدا، ولا حتى بالمية الورد ولا باي حاجه، يعني صعب 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 اهو. واخر درجه هنستخدم فيها دي، نحطه فين؟ نحطه هنا. بصوا احلى اتنين دول، لكن دي ودي مش حلوين خالص، ما انصحكوش تجيبوها. وانتوا على فكره ممكن تلاقوا الدرجتين دول في اي حاجه تانية، تمام. نيجي بقى للحاجات دي. اول حاجه جبت القلم ده، هو لونه ازرق. ثواني بقى ايه، امسح ايدي عشان مبقاش فيه مكان ان انا اجرب حاجه. ده في ازرق، وفي منه اخضر، وفي منه الوان تانية كتير كده. وكان سعره كام؟ كان سعره برضو 22. دي اسعار قديمه، بس هي المجموعه دي فيها لون مع لون تاني، يعني ده مثلا في ازرق مع سيلفر او رصاصي. برضو حطيته برضو تحت العين، حسيت ان شكلي مختلف قوي بالالوان. انا ما كنتش متعوده ان انا احط الوان تحت عيني، بس لما حطيت نيو لوك. فحلو جدا على فكره، كريمي برضو، انصحكم تجيبوه. نيجي بقى ايه، خلي ارواش بعدين. نيجي للقلم ده. القلم ده وقت ما اشتريته كان سعره 18 جنيه، هو دلوقتي سعره 22 جنيه. سعره برضو كويس على فكره يعني. بس انا اول مره رحت جبت ده، بعد كده تاني مره عجبني فروحت اشتريت واحد تاني. بس هو اي منتج تشتريه من اي مكان اتاكدي ان هو مقفول، ما ينفعش تاخدي حاجه مفتوحه. كل المنتجات بتجيلهم مقفوله، تمام. اتاكدي انتي واخده مفتوحه. هما على فكره عندهم يعني حاجات تجربيها، بس برضو اتاكدي ان المنتج مقفول. فانا شايله ده لحد ما ده يخلص. ده فتحته وجربته طبعا، ده تحفه 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 تحفه. بصوا القلم طويل ازاي، مش عارفه باين عندكم اهو، لا كده كده ورا شويه اهو كده، بصوا طويل جدا. ده رقمه ثواني 666. بصوا هو لونه قوي جدا، هو لونه ايه ما تفهموش، بني ولا نبيتي وفي ذهبي كده. لا تحفه 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 بجد، انا حبيته جدا. روحوا اشتروه على طول. على فكره في الوان كتيره، في بينكات برضو عطشه، يعني المجموعه كلها عطشه على ذهبي. وفي ايه تاني، في البينكات بقى بدرجاتها والاحمرات والحاجات دي. جبت 2 روج. اول حاجه اللي هو الكفر اسود، ده سعره 35 وده سعره 28، تمام. لا مش احمر، انتوا شايفينه احمر، لا مش احمر. بصوا اللون جميل، حبيته قوي، جميل جدا. سعره 35 وبرده غالي، ده الاسعار القديمه. ده درجته 910 دي ريد فانيليا، تمام. اما ده بقى، ده هو احلى واحد في المجموعه. يعني في مثلا ايه، في احمر وحش جدا، في حاجات، في الوان كتيره قوي. انت لما تروحي هتشوفي حاجات كتيره، بس انا حبيت ده. ايه هو اول حاجه لما يتحط بيبقى بيلمع بس. بصوا انا جبته علشان مثلا لو في روج مط وانا عايزه اخليه مثلا ايه، اعطيه ضوء كده، فاحط عليه الدرجه دي، مش عارفه باين كده لمعه اهي كده، فاحط عليه اللمعه دي فاحييه كده. لو انا حاطه مثلا كل حاجه مط وعايزه احط روج المط، بس عايزه اخليه شويه فيه لمعه، فاحط درجتي. فعجبتني جدا، ودي درجتها 547 بي.
بس يا بنات هي دي كل الحاجات اللي جبتها. دلوقتي بقى هقول لكم الاستاند فيه ايه. الاستاند فيه المانيكيرات، في مانيكيرات كتيره والوان كتيره، سعرها 24. هي كانت ب20 غليت بقت 24. في الشادو اللي هي تقريبا 3 درجات 3 الوان، مش عارفه ب24 برضو تقريبا. وفي بقى الارواج، في ارواج مثلا في 6 الوان اللي هما الاحمرات بقى والاورنج والالوان دي. وفي 3 درجات بيجات، يعني لون بيج، بس لون بيج اللي هو اللون الفاتح قوي ده. تمام، مش حتى اوف وايت ولا كده، لا هو بيج بس اللي هو الناتشورال ده، وكمان غامق. في فونديشن. انا برضو فكرت اجيب الفونديشن بتاعهم، كان ثمنه 56 جنيه وفي 3 درجات. وفي ايه تاني؟ مفيش برايمر. في بيبي كريم. تقريبا هي دي بس الحاجات. بقى في بقى القلمه العين موجوده، وقلمه الشفايف موجوده، والماسكارات موجوده، وتمنها برضو زي اسنس كده 40 45 50 في الرينج ده. بس هي كده كل الحاجات الموجوده. انا كنت عايزه اجيب البرايمر بس ما لقيتوش. انا كنت عايزه اجيب البرايمرات بتاعت حاجات كتير ما لقيتهاش. وعموما ان المكياج كله غلي، حتى المكياج في الورمار غلي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واستمتعتوا بيه. ان شاء الله يتقال فيديو جديد، وبقول لكم يا بنات مع السلامه. باي 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 باي. استنوا، في حاجه نسيت اقولها. ما تنسوش تتابعوني على سناب شات، انستجرام، فيسبوك، وعندي جروب هتلاقوا اللينك تحت في صندوق الوصف. وبشكر البنات الامامير اللذيذين الحلوين كده دول اللي يكتبوا لي احنا بنحبك. صراحه يعني بتحرجوني وانا بحبكم جدا جدا جدا، وكتير كتير كتير قد البحر كله. لو في بنوته حابه تسالني اي سؤال وانا مش هبخل عليها خالص ان انا اقول لها المعلومه، اتفضلي وهجاوبك على طول. بشكر البنات اللي هي بتقولي استمري، يلا دفعه كده بتحمسوني اكتر ان انا اعمل لكم فيديوهات، وان شاء الله تستمتعوا فيديوهاتي كلها وتحبوها. وانا على فكره بقبل الكومنتات السلبيه، يعني لو انت شفتي حاجه في الفيديو مش عاجباكي قوليها بطريقه حلوه، لان انا بحب الناس تقول الكلام حتى النقد بطريقه حلوه، لان كل بنت في كل كومنت بتعبر لي عن تربيتها وشخصيتها. طبعا انتوا فهمتوني تمام. فانا بقى عارفه ان البنات كده كيوت وامامير ومؤدبين وحلوين، فعايزه اسمع منكم الكلام الحلو، ولو في اي حاجه وحشه في الفيديو قولوها بطريقه حلوه، وانا بقبل كل النقد. والنقد على فكره بيبقى حاجه كويسه، لان هو اللي بيخليكي تستمري. لو انتي مش هتقبلي النقد، وبقولها كل البنات اللي عندهم قنوات، لو انتي مش هتقبلي النقد يبقى ما تكمليش، لان اليوتيوب فيه نقد كتير من كل العالم. يعني اي حد بيشوفك، ممكن اي حد يشوفك في اي بلد في اي حته، ممكن ما يعجب، ممكن الفيديوهات بتاعتك ما تعجبهوش. تمام، فاليوتيوب مفتوح، غير مثلا ايه الانستجرام ممكن انا عاملاه بتاعي انا برايفت، فبقبل البنات بنفسي. تمام، ففي لو بنوته قالت حاجه وحشه ممكن اعملها بلوك. وعلى فكره برضو اليوتيوب فيه بلوك، بس ممكن يلف يجيلك من حاجه تانية تمام ممكن اي اكونت يتعمل على طول كده تقولي بيه اي حاجه. فيلا بقى ايه، نشوف الكومنتات الحلوه. سوري ان انا طولت عليكم في الكلام ده، بس اعذروني لان انا يعني بحب افيد واستفيد. شكرا على المتابعه، يا رب الفيديوهات تكون عجبتكم وتعجبكم. وباي باي بنات، مع السلامه. ما تنسوش تشوفوا قناه لارا. باي.